أهم المعلومات اللي لازم تعرفها عن الايفون 7 والايفون 7 بلس قبل ما تقرر تشتريهم أو لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وخلصت مؤتمر أبل هنا في سان فرانسيسكو، وجاء الوقت اللي أعطيكم الزبدة، آخر التفاصيل وأهمها من ناحية الايفون 7 والايفون 7 بلس. من ناحية بعد الشكل الخارجي ما اختلفوا أبدا عن الايفون 6s والايفون 6s بلس، نفس الحجم بالضبط، فرق في 4 جرام في الوزن في كل واحد تقريبا. أما لما نتكلم على الصناعة والشكل الخارجي من الجهة الخلفية، هنا في شوية اختلاف من ناحية وين الانتنز مضبطة، الاناتل مضبطة، والنتوء حق الكاميرا بدل ما هو مركب لا هو من نفس الجسم، فمعطيه شكل جمالي افضل. والايفون 6s بلس حيكون فيه عدستين كاميرتين، وهذا اللي حنتكلم عليها بعد. الالوان تطورت، فصار عندكم الذهبي الوردي، ايضا الذهبي، ولا ننسى اللون الفضي، وبرضه لونين، الاسود والاسود اللماع. الاسود اللماع هذا لو تلاحظ حتى فيه عليه شوية طبعات لما حاولت امسكه، ولكن يظل لون جديد قدموه. والاحجام اختلفت، فكل الاجهزة ما عدا الاسود اللماع حتتوفر ب 32 جيجا بايت، 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت. اما الاسود اللماع فقط 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. والتوفر بيكونوا متوفرين في الإمارات بتاريخ 16 سبتمبر، وأيضا متوفرين في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 سبتمبر. نصيحتي بدل ما تشتري من حقات الإمارات، إذا أنت في المملكة العربية السعودية اشتري من حقات المملكة العربية السعودية. أنفذ السماعة انتهى من ناحية الايفون 7 والايفون 7 بلس. قالوا بعض الأسباب، من ناحيتي ما شفت الأسباب جدا منطقية، قالوا من ناحية سماكة، ولكن أصلا ما تغيرت سماكة الجهاز. قالوا أيضا من ناحية تطور السماعات الجذري، هل إحنا بحاجة تطور جذري للسماعات مدام الصوت ما زال قاعد يتطور بنفس المنفذ؟ عاد ما أدري. المهم راح منفذ السماعة، وصارت السماعة نفسها تشبك على منفذ اللايتنينج. منفذ اللايتنينج هو نفس المنفذ حق الشحن، كيف حتشحن وتسمع في نفس الوقت هذه بعدين نحاول نشوف وش الطريقة مع الفكرة هذه كلها. ولكن بيجي مع نفس الايفون 7 والايفون 7 بلس لما تشتريهم سماعة بمنفذ اللايتنينج، ويجي لك توصيلة تحول لك سماعات اللي فيها 3.5 المنفذ هذا إلى منفذ اللايتنينج. زر المنزل ما هو بلحاله كذا، زر المنزل مع نفس الواجهة القزاز حقة الجوال، وهي 3D touch، فبالضغط وبحساسية الضغط حتعطيك الأوامر. الايفون 7 والايفون 7 بلس مقاومين للماء ومقاومين للرذاذ، وهذه إمكانية إضافية موجودة على الايفون 7 والايفون 7 بلس. إذا أنت قاعد تفكر في السعر، ترى السعر حيبدأ من 2599 درهم، اتوقع 2700 ريال لما نتكلم على الاسعار اللي تبدا لنسخه ال 32 جيجا بايت، لا نفس الالوان اللي فيها 32 جيجا بايت، وتزيد الاسعار مع زياده المساحه التخزينيه، ايضا الاصدار سواء هو عادي او بلس. معالج ال A10 فيوجن، كلمة فيوجن تعني الدمج، وهو بالفعل المعالج فيه 4 أنوية، نواتين أداء عالي ونواتين أداء اقتصادي. الأداء الاقتصادي مسجات ما مسجات أشياء زي كذا لما تسوي على الجوال يستخدمها، ولما تتكلم على ألعاب وأداء جدا عالي بيستخدم النواتين اللي جدا قويات في الأداء والتعامل. فبالطريقة هذه الفيوجن بين المعالجين حيعطيك امكانيات جدا كثيره وامكانيات ممتازه في الاداء على جوال الايفون 7 والايفون 7 بلس. واخر شيء قبل ما نروح لنفس الكاميرات، الشاشه هي ريتنا HD، والشاشات نفسها السطوع حقها المفروض يكون أكثر ب 25% من إصدارات سابقة، والمفروض تعطي أداء جيد. شخصيا لقيتها جدا رايقة نفس الشاشات. وصلنا على الكاميرات. أول شيء من ناحية الكاميرات الأمامية نفسها في النسختين، عندكم الكاميرات هي 7 ميجا بكسل مع خصائص أن البرايتنس أفضل، اللي هو السطوع أفضل، فالصورة تعطيك ألوان أجمل، ويعني في الأنوار الخافتة حيكون تصويره جيد. أما الكاميرات الخلفية فنبدأ بالآيفون 7. الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل، عندكم الأوبتيكال إيميج ستابلايزيشن، وعندكم الكواد LED ترو تون فلاش، 4 لمبات صغيرة تعطي سطوع أكثر، فلاش أكثر من ناحية التصوير. فالكاميرا جدا أداء كويس، ولكن المبهر أكثر هو الكاميرا
او هي الكاميرا اللي موجودة على الايفون 7 بلس. كاميرتين، كل واحدة من الكاميرات لها امكانيات عالية، دمجهم مع بعض يعطيك اشياء جيدة. فمثلا عندكم التقريب الاوبتيكال، التقريب الحقيقي الواقعي، هذه تصير بالعدسات، هذا ضرب 2 يعني على مرتين التكبير. وايضا نتكلم على 10 مرات اللي هو الديجيتال زوم، اللي هو التقريب الى 10 مرات، هذا يصير بطريقة الكترونية ديجيتالي، يصير هذا الشيء طريقة رقمية. فنتكلم على الامكانية هذه حلوة، وحتى لما تفتح كل تطبيقات الكاميرا او كل انماط التصوير على الكاميرا حتلاقي عندك زر دائرة مكتوب عليها ضرب 1، اضغط عليها على طول بيكبر لك الصورة، ضرب 2 تضغط عليها يمين يسار تصير تروح وتكبر الى 10 ديجيتال زوم. شيء رايق في الصور، والجميل انه لما شفنا صور مأخوذة بالكاميرا الاساسية والكاميرا الثانية الاساسية لقينا انه لما تقرب الصفاوة والنقاء يستمر زي ما هو. وفي تحديثات متوقعة للكاميرا خلال نهاية السنة. التحديثات هذه حتعتمد على إعطائك إمكانيات أكثر في التقبيش، يعني تلاقي تاخذ صورة تلاقي التقبيش هنا هذا قاعد يجي، صور البورتريت حتكون أفضل، حيكون فيها جماليات أكثر. طبعا أبل أيضا أعلنت عن الساعة حقتهم اللي هي السلسلة الثانية من ساعات الأبل واتش، ما تغير شيء، تغير خصائص داخلية وبعض الإمكانيات حنتكلم عنها في فيديو منفصل. أيضا أعلنوا عن السماعة اللي هي الايربودز. الايربودز هذه نفسها السماعات اللاسلكيه اللي بالعلبه الصغيره. السماعات هذه تتوفر لاحقا في اكتوبر. وايضا من ناحيه السعر فالسعر 649 درهم حسب الخبر الصحفي اللي جانا من ابل. فاذا من ناحيه الايفون 7 والايفون 7 بلس هذه كانت اهم المميزات. اذا انت من ملاك الايفون 6 او الايفون 6 اس وما عندك اي مشاكل في الكاميرا ولا عندك اي مشاكل في الاداء، يمكن ما حيكون الوقت المناسب لترقية الجهاز. إذا أنت تعاني من المساحة يمكن هذا السبب حيخليك تغير جوالك إذا ما قدرت على كروت الفلاشات وما الفلاشات اللي تقدر تنقل عليها البيانات وتفضي لك مساحة في جوالك. كويس انه ابل قتلوا نسخة ال 16 جيجا بايت لانه ما كانت منطقية اخر كم سنة يطلعوها، وكويس انهم اطلقوا نسخة ال 256 جيجا بايت. ايضا جيد لما نسمع انه على طول بيتوفر عندنا بعد اسبوع اسبوعين من اطلاق العالمي، فما في داعي تطلب جوال في فيس تايم اذا انت ما عمرك استخدمت فيس تايم تطلبه من امريكا او تاخذه من السوق السوداء. فاذا انت بتاخذ جوال خذه من جوالات المنطقة، بيكون شيء كويس، بيتوفر بضمان. اتمنى الالوان تتوفر من البداية. شخصيا اشوف الاسود المطفي جدا جميل، وايضا اكيد الروز جولد هو لون دائما رايق ودائما حلو. اللهم صل على محمد. اكسسوارات ايضا كثيرة حتطلعها ابل نفس الاكسسوارات الماضية، ولكن بعضها في الوان مختلفة وانماط مختلفة. من ناحيتي هذا دحين الشيء الاساسي عن الايفون 7 والايفون 7 بلس. لسه باقي تحاليل وتقنيات بنعطيكم تفاصيلها اول باول في فيديوهات قادمة باذن الله، كلها بتلاقوها على القناة. في نهاية الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا اللايك على هذا الفيديو. في امان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.